مرحبا بكم عند فرح. واخا من عائلة بسيطة وعلى قد الحال، والديها كيتقاتلوا مع الزمان باش يوفروا لوليداتهم العيش الكريم. في الدار فرح حادقة ومطيورة، وكتبغي تنظم الطبلة قبل ما تبدا الخدمة. وأهم شيء فرح مجتهدة وعزيز عليها قرايتها. فرح كيعجبوها المواد اللي فيهم التلوين كالرسم، الجغرافية والهندسة، وأسعد نهار عندها هو يوم خريطة للتلوين. سمولك ننشنم أرانس إيمان سيغيك أخيمي. لكن مع ضعف الإمكانيات اقتناء الأدوات المدرسية المناسبة كيكون صعيب، وفي بعض الأحيان مستحيل. فرح، بلال، إيمان وبزاف ديال الأطفال في العالم القروي ما كيتوفروش على أبسط الأدوات المدرسية، وداكشي علاش جيت اليوم نعاود لكم القصة ديالهم. بالنسبة لنا حنا جمعية يد واحدة هذه ماشي مجرد قصة، وإنما نداء واجب علينا نلبيوه. الحمد لله اليوم بفضل تضافر جهود المجتمع المدني والمؤسسات ولينا كنشوفوا عدة مبادرات تعليمية اللي كتمكننا أننا نساهموا في تسهيل وتطوير التعليم في العالم القروي، وهذه دعوة مفتوحة لأي واحد ولا وحدة بغى يتعرف أو لا يشارك في هذه البرامج، باش الأطفال بحال فرح ولا غيرها يتمكنوا أنهم يرسموا المستقبل ديالهم ويلونوه، وباش ما يحطوش ستيلو. مع ذلك فرح عندها الإرادة وحتى حاجة ما كتوقفها، وديما كتقلب على الحل. المهم هو تتعلم وتفوق وتنجح في قرايتها. جميع نحاربوا الهدر المدرسي باش ما يحطوش ستيلو. بيك ما تحطش ستيلو.